كتير من الأحيان بنسمع في وسائل الإعلام أو حتى على السوشيال ميديا مصطلح الذكاء الاصطناعي أو ال AI أو ال Artificial Intelligence. لكن يا ترى معنى الكلمة دي إيه؟ إيه هو الذكاء الاصطناعي؟ ببساطة الذكاء الاصطناعي ده هو عبارة عن آلات أو برامج بتحاول تحاكي الذكاء البشري، أو ببساطة بتحاول تقلد الذكاء البشري، وناخد بالنا كويس قوي من الجملة دي لأن هنستخدمها كمان شوية. البرامج أو الأنظمة دي بيبقى عندها القدرة إنها تتعلم من البيانات وتقدر تتعرف على بعض الأنماط، وكمان ممكن تاخد قرارات بجزء من الاستقلالية. خلينا نفكر في الموضوع كأننا بنسمح لأجهزة الكمبيوتر اللي بنستخدمها أو الحاسب الآلي إنه يكون عندها القدرة على إتمام مهام معينة من المهام اللي إحنا كنا بنقوم بيها بنفسنا كبشر، أو اللي كانت بتبقى محتاجة ذكاء بشري في إتمامها، ولكن إحنا بنخلي الحاسب الآلي أو الكمبيوتر هو اللي بيقوم بالمهام دي بالنيابة عننا. زي إيه مثلا؟ زي فهم اللغة، لما نقرأ بعض الكلمات ونقدر نستوعب المقصود من اللغة دي أو من الجملة اللي احنا قريناها، أو حتى لو احنا بنتكلم أكتر من لغة ونحاول نفهم معنى اللغة اللي قدامنا، سواء كانت لغة إنجليزية أو لغة أسبانية للغة الأساسية اللي احنا بنتكلم بيها لو كانت العربي أو لو كانت أي لغة تانية. أو ممكن كمان يكون عنده القدرة للتنبؤ بناء على البيانات اللي اتعلم منها، ويبقى عنده اللي بنسميه forecast، نعرف المستقبل ممكن يحصل فيه إيه بناء على بعض البيانات والأرقام اللي بنشوفها. بكده هنلاقي ان الهدف الاساسي من الذكاء الصناعي هو انه يعمل محاكاة للعمليات البشرية او المهام اللي البشر بيقوموا بيها.